اوكي يا جماعة، مثل ما لكم شايفين انا بأم الدنيا بمصر، واخيرا اجيت عليها وعم حقق حلم من احلامي. هلا اني انا شايفة الاهرامات، شايفة الجمل، شايفة الاحصنة، شايفة كتير شغلات حلوة. مصر البلد الاقدم بلد على وجه الارض، اكيد بتعرفوا الحضارة الفرعونية اللي موجودة هون وكثير من الحضارات الثانية. ومو بس هيك، بلد التاريخ. يعني لهلا بمصر تخيلوا انه اذا حفروا او نقبوا بيطلعوا اثار. يعني ما بعرف، أنا واقفة ببلد عظيم هلأ وكتير مبسوطة وكتير متحمسة باين هذا الشيء أكيد. فخلينا نشوف الأهرامات هلأ، وكمان رح فوت قلب الهرم لجوا وشوف مول أبو، لا مو مول، لحظة لحظة مو مول أبو الهول. شو اسمه؟ فرعون أبو الهول، لا، هرم أبو الهول، إيه الهرم الثالث يمكن على ما أعتقد. ورح نجرب الحصان، رح نجرب الجمل، رح نعمل كتير نشاطات تانية. اتحمسوا، بس قبل ما بلش ما تنسوا نحط لايكات كتير، نشترك بالقناة ونفعل جرس الإشعارات. نحمد الله. وهلا ليتس جو. سفينة الصحراء. انا ما بعرف الجمال كده مع بعض. ما كنت بعرف هيك الحصان الجمل بيقعد القعدة الغريبة. وصلنا شوفوا كيف غريبة قعدته. ميت هاد؟ لا لا نايم نايم. لا يا جماعة معي دليل سياحي، أنا مصرة أعمله مصور، مصرة. بتصورني فيديوهات مو ظابطة يا جماعة. الهرم العظيم، الهرم العظيم. طب ليش من فوق مصبوب صب هيك؟ غريبة صح؟ تآكل وهرهر وتفتفت وراحوا هن عملوه زبطوه. ايوه ما تبقى، لا هرم، هرم اصلي. وهون هدول الأضوية، هدول الصناديق بنوروا بالليل. يعني فيكم تقعدوا انتم برا الأهرامات بمنطقة شوي قريبة، وفيها مطاعم وفيها كافيهات، وتشوفوا الهرم جوا ضوء أضوية كتير حلوة. مصر بلد النبي موسى عليه السلام، فما بعرف، بلد عجيب والله عجيب. ما بدي احكي لكم عن طيبة الناس اللي موجودين هون، لانه عن جد بيحبوا يساعدوا بعض. حتى لو كنت اجنبي ما عندهم عنصرية، كثير مبتسمين. يعني شو ما كانت جنسيتك بيرحبوا فيك، بيساعدوك، بيحبوك. ايوه بوب مارلي. يا روحي انا، يا اختي يا اختي، شو الجمال هاد، شو الجمال. بس بخاف منه انا والله. اذا جيتوا على مصر لازم تطلعوا ببوب مارلي. خوفي يبزق علي نفس هذاك، في حيوان الفقمة يمكن مدري شو بضل بيبزق بس الجمل الغير. ليش الصوت بيطلع منه؟ سفينة الصحراء. يا اختي يا اختي، بالله اعطيني بوسه بيعطيه. قديش مدربه. ماما شوفي، هذا اسمه فوفو. هذا الهرم الكبير اللي قدامنا اكبر الاهرامات واسمه فوفو. وهذا خفرع. يعني هذا الحجر الجرانيت اللي هنيك مكون من الحمم البركانية، ومستحيل يلتصق مع بعضه مع مرور الزمن، بينما هذا على مرور الزمن بيلزق مع بعضه. شوفوا كيف، يعني حتى الهرم اللي انبنى هيك كان فيه فراغات، وأنا أتوقع أنه مع مرور الزمن التحم مع بعضه وصار هيك بهذا الشكل الهرمي العظيم. يا جماعة بلد عظيم، بلد عظيم والله. حتى ملمسه غريب والله، هيك كثير بلس. بتحك اذنها يا جماعة، عم بتحك رقبتها مدري اذنها. يا الله سفينة الصحراء.
بعدين الجمل. الصراحه جنوب بتطلع اصوات بس مربى كثير يعني ما شاء الله شاطر. شفتوا كيف انه قديش ضليت تدربوا؟ ايه انا دلوقتي معايا 7 سنوات. ما شاء الله مشان هيك الحمد 7 لله. سنين. اول سنه معايا دربته على الحوز المشي الراحه. برمي هيك شي بعطي خاف منه انا لانه ما تخاف. كان الشارع انا خايف اجرب. بعرف. قال الجمل نباتي. الجمل نباتي؟ عن جد؟ أول مرة بعرف هاي المعلومة. ما بياكل لحمة أبدا؟ لا ما بياكلش لحم. لا هلا انصدمت أنا هلا رح أعرف. أوكي هلا خلونا نروح للمكان الثاني. يا جماعة أول شي هون شوب مو طبيعي، يعني إذا بدك تجوا على مصر وعلى الهرم لازم تجيبوا هاي المروحة وتحملوها على وشكم لأنه نار نار، يعني بتحسوا حالكم عم تنشووا حرفيا، مو بس بالهرم هي مصر كلها شوب. وبدي اقول لكم شيء، يعني هدول الناس اللي بيكونوا معهم أحصنة وجمل وهيك، إذا بدكم تروحوا على منطقة الهرم خذوا معكم واحد مصري يحكي مصري، عرفتوا؟ لأنه مجرد ما حكيتوا عربي رح يضل لازق فيكم وما يهنيكم تصوروا وما يخليكم تعملوا أي شيء، رح تضلوا مبسمرين بأرضكم. هو عم بيقول لكم بدكم تطلعوا بالحصان ورح تطلعوا بالعرباية أو بالجمل وأنتوا رح تطلعوا بالنهاية، عرفتوا؟ بالغصب يعني إذا ما كان معكم حدا مصري رح تنجبروا تطلعوا. كمان مكتب الخليج كتير فيهم يساعدوكم هون بمصر، فيكم تتواصلوا معهم يعني موجودين بمصر. هلا بدنا نروح على في مطاعم هون طبعا قدام الهرم، بس انا ما بدي فوت على المطعم لانه بدي صور بقلب الهرم، يعني انا متحمسه لفوت بقلب الهرم نفسه وصور الغرفه اللي ما بعرف كيف حشوفها، يعني هو بس مجرد فكره انه شيء اثري وتاريخي له من الاف السنين وانتم فايتين عليه، يعني هذا لحاله يا جماعه والله احساس رهيب انه تمسكوا حجر له آلاف ملايين السنين، ما بعرف ملايين ولا آلاف، قد ايه صار له مصر؟ يعني ملايين ايوه ملايين السنين، وانا حفوت على هذا المكان وشوفه، فتفاصيل رهيبه رح شوف، احساس غريب، كثير شغلات حلوه. ايوه بس هي غنية ام كلثوم يملي قلبي بالافراح. هاي المصاري رايقين والله، دمهم شربات. لك غنية ام كلثوم ازاي يا ترى اهو اللي قرا. هدول الشغلات قدام الهرم موجودة، فراعنة وشغلات حلوة. يا جماعة لو جيتوا هنا هتتكلموا مصري. يا جماعة اجيت لهون على اساس فوت لجوا بس انا ما معي تذكرة وما رضي يقبل الكرت تبعي تبع البنك، فبدنا نضطر نرجع نطلع على البوابة ناخذ تيكت ونرجع لكم، ما رضي حدا يحجز لنا كمان. يلا مشوار بالشوق. يا جماعة ليش هيك الحصان بيوقف؟ هاي الوقفة الدلع هاي، لا كان رافع رجله هلا نزلها. اوكي يا جماعة طالعة على الهرم انا هلا فايتة لقلبه لحتى نشوف شو في بقلبه، هو مجرد انه عمره آلاف السنين، هذا الشيء لحاله حلو للصراحة، يعني انا كثير متحمسة. السكيورتي جاي لعنا بس نحن ما عنا منتبهين، يعني رح نمشي بسرعة. لا مو جاي لعنا ركود لا يلا. بعد ما فتت لجوا عرفت انه انا نسيان التذكرة فرجعت فتت من اول وجديد. بس يلا هاي الفوتة، انا كتير متحمسة والله. يا ترى كيف الجو برا جوا؟ اذا هون ونار، اذا هون والحرارة 40 كيف جوا؟ فايتين على الهرم لجوا، ليك الرطوبة، انا توقعت انه كتير جو بس طلع لا
انا هلا بقلب الهرم يا جماعه. انا هلا بقلب الهرم حاليا. توقعت انه هون يكون كتير شوب بس طلع ابدا، يعني طلع في رطوبة على فكرة، ما في كتير شوب. الريحة ما بحكي لكم قديش في روائح غريبة. في 100,000 بني آدم هون يا جماعة، كأنه مثل الكهف، تحسوا مثل الكهف. لك المخ السوري بيشتغل وبيقول لك يعني تخيل انه يفرط علينا هلا الهرم. يعرفوا الله شو في تحت، لك شو بارد. انا واضحة يا جماعة؟ تخيلوا، طلع على الكاميرا. يا جماعة تخيلوا انه هذا كان مدفون فيه فرعون، والجثث الثانية مع مرور الوقت اخذوهم للجثث وحطوهم بقلب المتحف الكبير. ما بعرف، احساس غريب انكم تكونوا هون، شعور كتير حلو وفي رطوبة عن جد. هذا شي صدمة، معقول يوقع علينا وننفرط بقلب الهرم؟ ما في كتابات؟ يا شو هي؟ هي شو هي؟ بس لا، هي هن الممددين إضاءة، يعني هي مو من آلاف السنين، لا هذا من آلاف السنين. ليش ما عم نطلع لفوق؟ شكله بالدور. هلا رح نطلع بس ما فينا نطلع هيك لأنه كتير المسافة قصيرة، فرح نطخي ونطلع، وما بيطلع أكتر من شخص. أوي راسي. أخ يا جماعة راح راسي، انتبه. خلص حمود، حمود. لا لا، الريحة فظيعة. لا 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 لا، خلينا نطلع لأني أنا رح أموت. وليه على هالفوتة متصور بقلب الحرم؟ هو خلص، لا لا، أنا أحسن ما أموت، خليني أطلع. وليه؟ وليه؟ يا جماعة والله إني أنا كنت رح أختنق جوا، الصراحة في سوء تنظيم وأنتوا فايتين لجوا، بفوتوا أعداد رهيبة وما بتتخيلوا إنه الريحة قديش كتير، عرفتوا كتير يعني، خصوصي إنه أنا مرق من جنبي هنود فما قدرت أمسك حالي. بعتذر ما قدرت أطلع لفوق، لأنه لو كان واحد أوكي بطلع لحالي، بس نحن عم نفوت عشائر وكله عرقان وكل الروايح ما فيني أحكي لكم. يعني صح هي تستحق، بس مو لهالدرجة، الواحد بلا ما يفوت لجوا على الغرفة. يعني أنا ما تهنيت إنه بشغلات من آلاف السنين لأنه كنت رح موت، كان رح يغمى علي حرفيا، فطلعت بسرعة. يعني تتشاهدوا جوا على فكرة، تجربة حلوة. بس وهيك بيكون خلص الفيديو تبع اليوم. بتمنى تكونوا حبيتوا وتسليتوا وانتم عم تحضروا. اذا حبيتوا ما تنسوا نحط لايكات، نشترك بالقناه ونفعل جرس الاشعارات، ونحمد الله وبشوفكم يوم الخميس بفيديو جديد. بيس.